ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الروتين، يوم اجازة جوزي بقى. النهارده هو اجازة وابني خلص امتحانات خلاص، النهارده اخر يوم. فهنقضي بقى اليوم النهارده سوا مع بعض، هنشوف هنعمل ايه وهنعمل اكل ايه، واليوم بتاعنا هيمشي ازاي ان شاء الله. انا عارفه ان انتوا بتحبوا الروتينات، فعشان كده انا عملت روتين. اول حاجه عملتها طبعا قبل ما انام، خليها الحوض بتاعي فاضي خالص. بصوا، خليها الحوض فاضي. البوتاجاز هو بس اللي عايز يداك. لسه اول ما صحيت شغلت على الغساله اهي، شغلت الغساله، حطيت فيها غسيل، ولسه في غسيل تاني برضه هحطه. يعني انا نقطته وجهزته، حط الفواتح لوحدها والغوامق لوحدها. بعد كده هنا الدنيا معايا نضيفة اهي. طلعت الحاجات بقى اللي احنا هنجهزها في الفطار. الجبن اهيت، والسمنة البلدي اللي انا عاملاها معاكم، اعمل بيها البيض، والفلفل عشان السلطة، والمربى، ودي الأدوية بتاعتنا. مجهزة حاجة السلطة، مجهزة البطاطس، طلعت العيش من الفريزر معايا عشان خاطر يفك. مجهزة كل حاجتي بقى. هنا التوم دوت اللي باقي عندي من بتاع السنة اللي فاتت، بس لقيته فاضي خالص خالص. يعني رميت كله وسبت دول احاول اطلع منهم اي حاجة كده. عقبال ما اشتري ان شاء الله واوريكم طريقة حلوة قوي لتفريز التوم، من غير ما يعمل اضرار. يعني دايما يقولولك التوم تفريزه في الفريزر بيعمل سرطان. انا هقولك على طريقة عارفاها ومتأكدة منها وواثقة من المعلومة اللي انا بقولها لك، ازاي تفرزيه بطريقة صحية من غير ما يعمل اي سموم ولا يعمل اي حاجة خالص. المعلومة دي مش مني انا، لا، واخداها من ناس متخصصين. ان شاء الله استنوها في فيديو يعني جاي، اجيب التوم واعمله معاكم. لسه تعبانة خالص. هنا معايا البوتاجاز، قلت لكم ان انا لسه اهو هعمله، بس قلت هجهز الفطار بقى بتاعي الاول وانضفه. بص هو متبهدل خالص. هجهز فطاري وهقلي لسه بطاطس واعمل بيض واعمل الحاجات وهظبطه. دي صلصة انا مسبكاها من بالليل مجهزاها، يعني هعمل النهارده محشي معاكم ان شاء الله. فسبكتها من بالليل وقورت الكوسة وجهزت شوية حاجات عشان خاطر اسهل اليوم بتاعي النهارده. اهو كده الدنيا نظيفة خالص اهو، مفيش اي حاجة ولا اي بهدلة. دي المواعين اللي مغسولة معايا اخر حاجة. ده السبت بتاع السلة بتاعت الزبالة. الارضية طبعا هتتنضف، هتتلم وهتتمسح. دلوقتي انا بقى هروح اجهز الفطار، هعمل الفطار. وخليكم معايا كده نشوف يومنا يمشي ازاي النهارده مع بعض. استنوني بقى يا حلوين. هنا بقى يا حبايبي فتحت الشباك اهو، قلت اهوي الاوضه وهوي الشقه عقبال ما اجهز الفطار وكده. دخلت فتحت كده الشبابيك عشان تهوي الدنيا، يعني الهوا بتاع الصبح ده بيبقى حلو. بصوا الجو ما شاء الله اصلا النهارده جميل. يعني الدنيا باين بالليل مطرت شويه، بس النهارده النهار طالع حلو قوي والجو جميل. سيب الدنيا تتهوى بقى عقبال ما اجهز الفطار. وهنا يا حبايبي خلاص اهو جهزت الفطار بتاعنا. فطار عادي خالص. احنا ما عندناش في الفول والطعميه قوي، بنجيبهم يعني بس مش كتير. فالنهارده ما جبناش بقى فول ولا طعميه. حمرت بطاطس وقطعت بتنجان كده بس مكعبات، وعصرت عليه ليمون. وهنا هرست الجبنه وعملت السلطه. بصوا احنا بنحبها كده واكتر من اللي عليها خيار. السلطه عشان تطلع معاكي جميله، حطي عليها رشه سكر، هتطلع تحفة. طعمها يطلع جميل. رشة، بصي رشة كده بس، تطلع حلوة قوي معاكي. وعملت البيض بالسمنة البلدي اللي انا عاملاها معاكم، لو عندي على القناة. وحطيت مربى برضو من اللي انا عاملاها معاكم. ولسه سخنت العيش والكاتشب وبس كده. هنروح نفطر. تعالوا بقى افطروا معانا بالهنا والشفا. هنروح نفطر وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض، لسه يومنا طويل، استنوني. هنا يا حبايبي خلاص خلصنا فطار اهو، والحوض معانا نضيف اهو. بصوا خلصت مواعين الفطار كلها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشرب نسكافيه. يعني خلصنا الفطار اهو. بصوا ركنت بقى الحاجة على جنب اهي اللي خلاص خلصناها، احطها في التلاجة وهنعمل نسكافيه. تعالوا اشربوا معانا بقى. طيب. زوجي هو اللي بيعمل النسكافيه. اصل لقيته صعب، قلت هو بقى اللي يعمله، يعني مش عارفة.
يلا هنروح بقى نشرب النسكافيه وارجع لكم بعد كده اوريكم هنعمل ايه، وخليكم معايا. وانا هنا دلوقتي يا حبايبي اهو بجهز الغدا. عملت ايه؟ غسلت الرز طبعا، وقورت البتنجان وقطعت الخضره، والكوسه عندي مقوراها من امبارح اهي، وغسلاها وشايلاها من امبارح نضيفه. الكوسه عادي بتبات، بتربطيها في كيس او بتحطيها في علبه وتقفليها كويس وبتسيبيها عادي خالص اهي. بصوا اهي ما فيهاش اي حاجه خالص. وشايله القلب بتاعها اهو في كيس، او برضو تحطيه في علبه عشان هحطه تحت في الحله من تحت خالص. معايا ايه كمان اهو؟ معايا على النار الصلصه بتتسبك اهي. بتتسبك ايه؟ معلش، انا مسبكاها من امبارح بس يا دوبك بسخنها عشان خاطر اعمل بيها. وفي نفس الوقت معايا الفراخ على النار بتتسلق اهي. هجهز بقى الصلصة بتاعتي واحشيها، وخليكم معايا يا حبايبي. هنا يا حبايبي خلاص اهو خلصت الخلطة. طبعا انا عاملة معاكم قبل كده طريقة خلطة المحشي، اللي ما شافهاش هبقى اسيبها له ان شاء الله في نهاية الفيديو او في صندوق الوصف. هاخد بقى الحلة بتاعتي اهو، هاخد الكيس اللي هو بتاع القلب بتاع الكوسة، افتحه كده اهو، هاخد دي بقى كده. احط بقى التوابل بتاعتي، احط معايا الملح اهو، واحط كمون، واحط الكزبرة، ورشة قرفة صغيرة اهي، رشة بس. وهنا الفلفل الاسود، انا حطيت اهو حبة الرز بقى اللي اتبقوا، حطيتهم على الوش. هما كده كده هيسقطوا تحت عشان يتاكلوا مع قلب الكوسة، يعني عشان ولادي ياكلوه مع قلب الكوسة. انا مزودة الشوربة شوية عادي، هزود حبة كمان عشان اللي هيتبقى تحت هيتاكل مع الرز والقلب بتاع الكوسة وكده. هزود برضو حبة كمان اهو. خلاص انا كده ولعت عليه. انا رحت بقى على الغسالة اطلع الغسيل اهو. هروح انشر بقى الغسيل، انا كده طلعته كله خلاص. هروح انشر الغسيل عقبال ما المحشي يستوي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا يا حبايبي خلاص اهو، بصوا جهزت الاكل اهو. بصوا ما شاء الله الكوسه شكلها جميل، والبتنجان. الفراخ هما مش عايزينها محمره، قالوا لي لا عايزينها مسلوقه. الفراخ دي بصوا مخليه، ما فيهاش عظم خالص اهي، يعني يا دوبك هياكلوها على طول كده، ما فيهاش اي عضمايه، مخليه، انا جايباها مخليه. وادي الرز اللي قلتلكوا عليه اللي بالشوربه، وفيه القلب بتاع الكوسه اهو.
عشان خاطر يبقى مفيد، لان طبعا الفايدة كلها في قلب الكوسة، فكده تضمني ان هم ياخدوا الفايدة بتاعة الحاجة. بصي اهو، بصوا شكل الرز جميل اصلا ما شاء الله بالشوربة بالقلب الكوسة. شكله حلو قوي وطعمه تحفة اهو. ادي الجزر اللي انا ببقى حاطاه يتسلق معاه اهو. بصوا شكله جميل ازاي مع طبق مخلل بقى. وهنروح نتغدى بقى وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا يا حبايب قلبي خلاص بعد ما اتغدينا الحمد لله. دول طبعا باقيين من الفطار لسه ما شلتهمش في التلاجة. اتلخمت بقى في حاجة الغدا وكده، ونزلنا النهارده اشترينا شوية حاجات ان شاء الله هبقى اوريهم لكم. ده باقي الصلصة اللي كنت مسبكاها، وتحتيها طبق باقي فيه الخضرة. هعبيهم دول برضو دلوقتي في علب واشيلهم في التلاجة او في الفريزر على حسب بقى، اشوف هحتاجهم اليومين الجايين ولا لأ. ده المخلل هشيله برضو. ده باقي البتنجان والكوسة والفراخ. سايباه بس يهدى شوية كده، عشان بصوا لسه هو لسه سخن اهو بعد ما كنا على طول. يهدى بس وهغطيه واشيله في التلاجة. وده باقي الرز برضو اللي هو الخلطة دوت اللي فيه قلب الكوسة، يهدى بس برضو هشيله في التلاجة. دلوقتي بقى هعمل لينا شوية عصير كده، هعمل الفراولة دي عصير عشان نشرب. آه التوم ده مش قادرة اعمله النهاردة خالص بصراحة، مش قادرة خالص، لسه ورايا شغل المطبخ، فممكن اعمله بكرة ان شاء الله. البوتاجاز عايز يتعمل، بصوا متبهدل خالص. ودي باقي الشوربة اشيلها برضو واحطها في التلاجة، بس سايباها برضو لما تبرد. آه بصوا بقى المواعين مواعين الغدا. وعلبة المخلل مكان مخلنا. انا خلصت الغسيل الحمد لله. نشرته وخلصت خالص. هعمل العصير بقى نشربه واريح بس كده حبة، واقوم شغل ونشاط على المطبخ. خليكم معايا طلعاني عيني النهارده مش قادرة. دي الحاجات بقى اللي احنا جبناها لما نزلنا اهي. شوية حاجات كده، يعني بدايات كده لبس العيد، يعني حبينا ان احنا نجيب حاجة في حاجة كده، اللي عجبنا يعني جبناه والباقي لسه هنجيبه. لو حابين اعمل لكم فيديو بالحاجات اللي احنا اشتريناها والاسعار وجبناها منين وكده، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وانا اعمل لكم فيديو بيها لو حابين. عملنا العصير خلاص اهو. انا هحط لولادي وليا اهو. بص فريدة سامعينها اهو. جوزي نزل بقى، فانا هسيب له كوبايته برضه عقبال ما يطلع هنشرب احنا و... واكمل بقى ايه الروتين معاكم. الروتين اليوم الصعب ده، مش عارفة ما بنزل في يوم كده، ما بيبقى في يوم بنزل فيه وبعمل اكل فيه وبغسل يعني بصوا كذا حاجة مع بعض، حاجة تهد الحيل. اكيد كلكم مجربين وحاسين بيا. نروح نشرب العصير بقى ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا يا حبايبي خلاص بعد ما خلصت وخلصت، بصوا اهو نضفت كل حاجة. شلت بقى الاكل كله، كل اللي بقى مننا حطيته في التلاجة. الصلصة حطيتها في الفريزر هي والخضرة وكل حاجة شلتها. ده الشاحن بس اللي بشحن بيه. التوم بس اللي ما قدرتش اعمله النهارده لان ما فضتش، فان شاء الله هعمله بكره. دول بتنجيتين لقيت فريده مخبياهم بعد ما خلصت وكلنا كمان. والبرطمان ده اللي هقشر التوم واعمله فيه، هو ده اللي باقي لي بس. والارضيه هنا نضفتها اهي، والمواعين كلها غسلتها، وبرطمان السمنه خلص غسلته وخلصت كل حاجه. باقي بس الغيارين دول لسه محطوطين في السبت، يعني لسه جوزي لسه حاططهم يعني. خلصت الحوض اهو الحمد لله، وخلصت برضو الغسيل ونشرته، وخلصت البوتاجاز ونضفته، وغيرت الورق الفويل اللي هنا دوت. كل اللي كان عايز يتغير غيرته اهو. بصوا ما شاء الله. ولمعت طبعا الظهر بتاعه، ظبطت كل حاجة. كل حاجة معايا بقت نظيفة اهي، مفيش اي حاجة خالص اهي. كده بقى الحمد لله الواحد يبتدي يرتاح.
تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشجعتوا معايا واستفدتوا منه، اضغطوا لي لايك واشتركي في القناة وشيري لصاحبتك اللي نفسك تتشجع معاكي. ما تنسوش يا حبايبي بقى اللايك، ها اللايك 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 بالله عليكم. يلا باي باي.